السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من متتبعي الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. فوت سالم الدوسري فرصة التسجيل في مباراة السعودية وبولندا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، وتأخر المنتخب السعودي بهدف لاعب الوسط البولندي زيلينسكي في تسديدة قوية من قلب منطقة الجزاء في الدقيقة 39، لكن الأخضر تحصل على فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة قبل الاستراحة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الشهري بعد العودة لتقنية الفيديو، وتقدم سالم الدوسري لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن الحارس البولندي المخضرم تشيزني تصدى لها ببراعة. لكن هناك صور توضح تقدم تشيزني عن خط المرمى قبل تنفيذ الركلة، مما مكنه من تسهيل مهمته في التصدي لها. ومن المفترض ألا يتقدم أي حارس عن الخط سوى بعد خروج الكرة من قدم اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء، مما يثير التساؤل حول مدى صحة قرار الحكم بعدم إعادة الركلة المهدرة، خاصة أن تقدم تشيزني صب في صالحه. وفشل المنتخب السعودي في تعويض تأخره ليتأخر بهدف دون رد بنهاية الشوط الأول للمباراة الثانية على التوالي.